كانت واحد الليلة باردة بزاف، واحد الدوار قديم ومعزول، الضبابة مغطية الزناقي والسكوت كيخلع لدرجة انك تقدر تسمع الدقات ديال القلب ديالك. عادل كان واحد الشاب متهور بزاف، ما كيامنش بالخرافات ديال العجايز. ديك الليله تعطل عند صحاب وبقات ليه واحد الطريق وحده باش يوصل لدارهم. كيتمشى بدا كيسمع واحد الصوت غريب، واحد الصوت ماشي ديال الريح وماشي ديال الكلاب ديال الدوار، واحد الصوت معدني ثقيل. كيسمع واحد الدقات كأن شي حد كيجر شي سلاسل حديديه فوق الحجر. عادل وقف، قلبه بدا كيضرب بزاف. شاف جهه الحيط ديال المقبره وبانت ليه واحد الشوفه خلات ركابيه يتجمدوا. من بين القبور خرج واحد الكائن كبير، الجسم ديال بغله كحله لامع، ولكن الرجلين ديالها فيهم واحد الحوافير ديال الحديد هما اللي كيديروا داك الصداع. الصدمه الكبيره كانت ملي داك الشيء دار لجهه عادل. الوجه ما كانش وجه حيوان، كان وجه ديال امراه بواحد الشعر كحل وطويل ومخبل وعينيها شاعلين بحال الجمر الاحمر. هذيك البغله اللي كيقولوا ليها بغله ديال الروضه بقات واقفه كتشوف فيه واحد الشوفه فيها واحد الحقد قديم، وفجاه طلقت واحد النهيق اللي كيشبه الصرخه ديال شي مراه كتعذب. بدات كتجري جهته، الصوت ديال السلاسل كيتزاد قوه وسرعه. عادل هرب وهو كيغوت، كيحس بواحد البرود ديال الموت تابعه. وصل لواحد الزنقه ضيقه بزاف، بدا كيسمع الانفاس ديالها الحاره قريبه من القفا ديالو. طلع فوق واحد الصور عالي وبقى كيتسنى وهو كيرجف تحت منه. وكاينه واحد الحاجه اللي تحت منه شاف بغله القبور اللي كتدور وكتحفر بالارجل ديالها في الارض، والصوت ديال السلاسل كيزلزل ديك البلاصه اللي فيها حتى ادى الفجر. مع اول الله اكبر اختفات كانها سراب، خلات وراها غير الريحه ديال الكبريت والاثر ديال السلاسل محفوره في الحجر. عادل بقى فوق داك الصور لواحد المده اللي طويله حتى طلعت الشمس مزيان. نزل وهو كيرجف بزاف، رجليه ما بقاوش هازينو. هبط كيشوف في الارض ولقى الكارثه. البلاصه فين كانت واقفه ديك البغله كانت محروقه، وكاينين اثار ديال الحوافر ديال الحديد غارقه في الحجر، وريحه الكبريت باقا مجهده في الجو. وصل عادل للدار ديالو، وجهه صفر بحال كان ميت. دخل البيت وسد عليه، ولكن الصدمه كانت ملي حيد صباط لقى واحد الدوره ديال السلسله كحله مطبوعه على الكاحل ديال رجليه، كانها واحد الوشام محروق في اللحم. ما كانش كيحس بالوجع، ولكن كيحس بواحد البروده غريبه كتطلع مع رجليه كل ما قرب الليل. الجده ديال عادل اللي كانت واحد المراه كبيره وعارفه خبايا القديمه لاحظت التغيير اللي طرا على عادل. دخلت عليه البيت، شافت داك الوشم اللي في رجليه وشهقات واحد الشهقه الخوت خلات قلب عادل يوقف. قالت ليه بصوت مبحوح: وليدي اللي شافت فيه البغله وعلماتو بسلسلتها ما بقاش ديال راسو، هي دابا عطاتك الوعد، وفين ما مشيتي غتبقى تسمع السلاسل وراك. عادل ما تاقش ودار راسو ناعس، ولكن مع الطيحه ديال الظلام وبالضبط فوق ديال العشاء بدات القربال. الدار كلها سكتات، ولكن عادل بدا كيسمع واحد الصوت اللي ما خافيش عليه وسط البيت. الصوت جاي من تحت الفراش ديالو. الماريو ديالو بدا كيتزعزع كأن شي حد كيجر فيه، والجو في البيت رجع بارد لدرجه ان النفس ديالو بدا كيبان بحال الضبابه. ناض عادل كيجري جهه الشرجم باش يطل، وبانت ليه بغله الروض واقفه وسط الدرب كتشوف نيشان في الشرجم ديال بيته وكدير واحد الصوت كيشبه الضحكه مكتوم. عادل فهم باللي هي ما بقاتش غير اسطوره في الزنقه، بل ولات تابعه معاه حتى الدار.